في المؤتمر الصحفي من قليل مع المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن حصل سوء تفاهم، والمدير الفني لمنتخب مصر لم يجيب على سؤالك. قول لنا ايه اللي حصل؟ هو محمد بونافع صحفي مغربي. فيما يخص السؤال الذي طرحته على الكوتش ديال المنتخب المصري، هذا جاء بعد الخرجه في المؤتمر الاعلامي الذي جاء بعد مباراه السنغال. انا لا اقصد ان اهين اي مدرب او قليلا من شأنه، ولكن يجب ان نعلم بان المدرب المصري يريد ان يعلق شماعه فشله على مجموعه من الاشياء التي يرى فيها انها كانت سببا في اقصائه، عوض ان يعالج المشاكل التقنيه والمشاكل الفنيه للمنتخب المصري. فان يقول انه حقق 7 بطولات، نحن نعلم ان مصر يعني نظمت الكأس 5 مرات وحصلت عليها 3 مرات في أرضها، فهل حصلت عليها بطريقة ملتوية؟ هنا يطرح السؤال. فيجب أن يعلم بأن كرة القدم تلعب في الملاعب. المنتخب المصري لا أحد ينكر أنه حقق 7 كؤوس إفريقية. أن يأتي ويقول بأن ربما المغرب 50 سنة لم يحقق، فأعتقد أن إنجلترا منذ 1966 لم تحقق الكأس، ورغم ذلك فهي يعني منتخب كبير جدا ويحسب له 1000 حساب في الساحة العالمية. نحن يرون القشة في أعين الناس ولا يرون العصا في أعينهم.